تغيير النظام في إيران هو عنوان وحراك المؤتمر الذي عقد في واشنطن لدعم النظام الإيراني، وهو من تنظيم التحالف الأمريكي الشرق أوسطي للديمقراطية. التحالف الذي يضم شخصيات ومجموعات معارضة من دول الشرق الأوسط التقى عددا من أعضاء الكونغرس الأمريكي واستطاع انتزاع موقف بدعم الدعوة إلى إسقاط النظام في إيران. ضيفي في ليتس توك عبر ليبانيز دياسبورا نيوز ايجنسي الأستاذ توم حرب، أحد مديري التحالف الأمريكي الشرق أوسطي للديمقراطية. مساء الخير أستاذ توم. بداية لو سمحت، أهمية هذا المؤتمر وما هي نتائجه حتى الآن؟ مرحبا أستاذ فادي، ومرحبا للمشاهدين الكرام. أهمية هذا اللقاء وهذا المؤتمر ومكان عقد هذا المؤتمر في أجندة وأجنحة العاصمة الأمريكية من اليمين المحافظ في الولايات المتحدة وأعضاء من الكونغرس الأمريكي. هو اليوم عنوان جديد بدأ في واشنطن، وربما لتغيير النظام في إيران حسب المعارضة التي ابتدأت من الداخل الإيراني، وبعد أكثر من 40 سنة على هذا النظام الذي تغلغل في المجتمع الإيراني وامتدت جذوره إلى دول المجاورة من اليمن، العراق، سوريا، وخاصة نحن كلبنانيين نحن تأثرنا بهذه الأجواء، وكان لنا دور فعال في هذا المؤتمر، لأنه مثل ما بنعرف التي يلعبه الدور في النظام في إيران سيرتد علينا في لبنان، وله فترة طويلة هذا النظام مرتد علينا بلبنان. ما ترك أي مؤسسة في لبنان إلا حلحلها وفرفطها على الطريقة اللبنانية. بقى من واجباتنا، لأنه ستاتوس كو الموجود في لبنان، نتفاعل مع أخواننا المعارضة الإيرانية، وربما إذا توصلنا لنتيجة في إيران رح نتوصل لنتيجة في لبنان. طيب، ماذا عن الحراك الذي قمت فيه كتحالف في واشنطن والزيارات التي قمتم بها إلى أعضاء في الكونغرس الأمريكي؟ يعني كان في حركين. أول حراك كمجموعة شرق أوسطية وإيرانية قامت باجتماعات مع أعضاء في الكونغرس على مدة يومين، وكان في المؤتمر نهار كامل، وكان أعضاء من الكونغرس الأمريكي اجوا تكلموا في هذا المؤتمر عن رأيهم اليوم بالنسبة للتحرك. أولا بدأت كحركة نسائية في إيران، وليس فقط في مناطق معينة، وإنما انتشرت بكل إيران، وبعد الآخر شفنا معظم المجتمع الإيراني شارك بالمظاهرات بالداخل، وطالب من الداخل الإيراني وليس فقط من الخارج بتغيير النظام في إيران. وشفنا حتى بالاتحاد الأوروبي كاتحاد، كمجلس الاتحاد الأوروبي، يعني دعيوا لوضع الحرس الثوري على لائحة الإرهاب. بأمريكا الحرس الثوري على لائحة الإرهاب، ولكن بأوروبا بعد ما وضعوه تشريعيا، لأنه بدون شك في مصالح مشتركة وشركات وأموال وتجارة بين النظام الإيراني والأوروبيين. ولكن هذه الدعوات وهذه المؤتمرات عم بتأثر صارت على الرأي العام الأمريكي وعلى المشرعين في أمريكا تيرفعوا اليد في نهاية المطاف ويدعموا تغيير جذري في إيران وربما إسقاط النظام. وكان من الحاضرين بالمؤتمر كان مشرعين من جذور لبنانية، النائب دارو العيسى اللي شارك كمان معنا، وكان له كلمة واضحة ما بقى خلال المؤتمر في الداخل وما بعد المؤتمر في الخارج بما يختص لبنان وشو النظام الإيراني وشبه احتلال للبنان عبر حزب الله شو عمل بالهيكلية اللبنانية اللي دمرها بنهاية المطاف. طيب أستاذ توم، يعني استطعتم انتزاع موقف جديد من داخل الكونغرس بضرورة العمل على إسقاط هذا النظام في إيران؟ يعني هي بتروح بعملية أستاذ فادي تدريجيا، تبدأ نعم. بوجهات نظر، بتشوف
قديش في نسبة من النواب من الطرفين، الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي، يتعاطفوا مع الثورة الإيرانية قد في نسبة؟ نعم. قد في نسبة اليوم داخل الكونغرس بمجلسيه عم يتعاطفوا مع الثورة التي انطلقت من إيران؟ يعني صار في نسبة كبيرة، إذا بتلاحظ إن كان من الديمقراط أما الجمهوريين، في نسبة 60-70% من النواب بس تينتقلوا لقضايا تشريعية ضد النظام. طبعا إنه النظام في الحرس الثوري موجود على لائحة الإرهاب، وعناصر كثير منه بالحرس الثوري وغيرهم موجودين على لائحة الإرهاب. ولا حتى هوليوود اللي هي دائما ليبرالية تحركت. وإنما مؤسسة النساء في أمريكا كانت بعد ما تحركت، ويجب هذه أن تتحرك. بس أنا بتصور أنه بالنسبة للكونغرس الأمريكاني في عدد كبير، الإدارة الأمريكية يجب أن تأخذ مواقف متعاطفة مع المعارضة داخل الإيراني. بدأت بلو نطفي خجولي، بس نحن عم بنحس عم ترتفع هذه الدرجة. طيب استاذ، حضرتك عم تقول في مواقف متعاطفة، لكن الثورة الداخلية في إيران ليست بحاجة إلى المواقف المتعاطفة، بدها دعم بكل الوسائل. هل الإدارة الأمريكية اليوم مقتنعة بأهمية هذه الثورة؟ لأن شفنا الحراك، المواقف الإدارات السابقة في الثورة السابقة التي انطلقت في إيران بالعام 2009. اليوم التعاطي الأمريكي مغاير عن السابق؟ طبعا اليوم الموقف الأمريكاني مختلف كليا عن 2009، لأن 2009 نحن ما كنا عارفين بأن الرئيس أوباما عم بيحضر لاتفاق نووي ويدعم النظام بكل الجوانب المادية وغير القضايا المادية. ولكن اليوم لقينا حتى إدارة الرئيس بايدن ما قدرت ترجع على الاتفاق النووي من بعد ما انسحب منه الرئيس السابق ترامب. ولكن هذه الإدارة يعني قاعدة بين شقين، جناحين، جناح معارض لأي اتفاق مع إيران، وجناح المصالح اللي بدها ترجع على إيران. ولكن أنا بتصور يعني إذا استمرت هذه الحركات المناهضة وهالمؤتمرات، أنا بتصور رح يكون في تأثير تشريعي. وهل هذا الكونغرس الجديد اللي هو أغلبيته من الجمهوريين، أنا برأيي ومثل ما سمعنا رح ياخذوا قضايا تشريعية لمصلحة الشعب الإيراني ودعم المعارضة الإيرانية. طيب لمستوا من خلال حديثكم، بس سؤال أخير لو سمحت عن الشأن الإيراني، يعني لمستوا من هذا الحراك ومن حديثكم مع بعض الكونغرسمان الأمريكي أنه هناك دعم ما لوجستي، ما بدنا نقول بس بالمواقف؟ هذه الثورة في إيران بحاجة إلى دعم ما من جهة دولية معينة. شفنا أنه بدأوا يسمحوا، لأنه كان في نوع من العقوبات لشركات أنه تقدر تحط أنواع إذا بدك ستار لينك للإنترنت. عرفنا من مجموعات عديدة صارت عم بتوصل أجهزة داخل إيران حتى تضل الإنترنت والتواصل الاجتماعي موجود مع جميع الشركاء. عرفنا أنه مثلا التلفزيونات إيرانية اليوم منتشرة معارضة للنظام بكل أمريكا وأوروبا، وخاصة إيران انترناشونال مدعومة من عدة بلدان في المنطقة لا توصل الصوت للأبناء الجاليات الإيرانية في كل أنحاء العالم. طيب ذكرت في حديثك سابقا الموقف الذي قاله دارل عيسى من أصول لبنانية، حيث حمل حزب الله هذه المرة بشدة لكل ما آلت إليه الأمور في لبنان. ماذا قمتم على صعيد الحراك لدعم القضية اللبنانية؟ يعني إذا انتقلنا هلا القضية اللبنانية والنواب من جذور لبنانية، وخاصة النائب دارل عيسى اللي له أكثر من 20 سنة بالكونغرس، وراقبنا نحن النائب عيسى وغيره كيف تحركوا بالملفات اللبنانية، إن كان ضد النظام السوري لما كان موجود بلبنان أما بعد ذلك. ونحن بحاجة لهم لهون النواب، لأنه بيشرعوا قوانين ضد حزب الله ولمصلحة
الجيش اللبناني والشعب اللبناني. يعني لقينا الحماس اللي موجود عنده، ولوين ناوي يوصل بالنتيجة. بيعتبر النظام بإيران هو المسؤول عن كل هذه الانهيارات اللي صارت بلبنان، وحزب الله هو مسؤول مباشرة عن انفجار المطار مثل ما قال النائب عيسى، لأنه طبعا هو عنده معلومات. الاف بي اي من بعد ما راحت على المرفأ وحققت، بقى هو لأنه كنايب في الكونغرس الأمريكاني استطلع وقدر شاف وقري الريبورت عن والتقرير من الاف بي اي، وهالمعلومات اللي عنده اياها نحن اكيد بعد ما عندنا اياها. ونحن بنطلب من الدوله اللبنانيه ومجلس النواب اللبناني يطلبوا من الاف بي اي عبر الكونغرس الامريكاني ليعطون نسخه عن هذا التقرير، تقرير الاف بي اي، لانه عندهم معلومات بعد كثير ما عندهم اياها. لماذا الاف بي اي الامريكي استاذ توم لم تسلم القضاء اللبناني هذا التقرير، علما انه لبنان دائما يقول انه ما في ولا اي جهه دوليه عم تساعدنا بالتحقيق؟ هلا لا، في بالنتيجه بدك وسيله تقدر الاف بي اي تسلمه للدوله اللبنانيه، ويجب طلب من الاف بي اي رسميا، اما من خلال مجلس النواب. يعني بالفعل يعني مجلس النواب معروف مسيس استاذ توم، اليوم في قضاء، اليوم في القاضي، كل القوى السياسيه وحتى القضائيه تحارب هذا القاضي، وهو الذي يريد هذه المعطيات، هذه الاسئله، هذه التقارير حتى يدعم قراره الاتهامي. واليوم الإدارة الأمريكية بتقول خلي مجلس النواب هو يلي يطلب مني. السؤال كثير مهم، ولكن الستاتس كو الموجودين، النواب الموجودين يعني بأيار الماضي قالوا لنا النواب في لبنان، أما المجموعات السياسية الكتل السياسية والسيادية بالأخص قالوا لنا وقالوا للشعب اللبناني في الداخل والاغتراب انتخبونا ونحن رح ناخذ القضية السيادية أهم وأعلى ونحقق بالمرفأ وكل هذا. مع خبر حتى اليوم ما قدرنا نحصل على عريضة من النواب السياديين، على القليلة فقط يمدوها 10 نواب فقط، يطلبوا منا من الولايات المتحدة تقديم تقرير الاف بي اي، اما يطلبوا لجنة تقصي الحقائق من مجلس الامن. كل ما عملوه شفناهم من اسبوعين، مضيوا عريضة على شي 40 نايب ودوها لمنظمة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة وليس إلى مجلس الأمن، وهو اثنيناتهم مختلفين عن بعض. حقوق الإنسان ما عندهم لجنة تقصيق حقائق، بقى بدنا لجنة تقصيق حقائق. النواب السياديين في لبنان عليهم مسؤولية كبيرة حتى اليوم ما قاموا فيها. إضافة إلى ذلك يعني النواب اللي بنعدوا 40 50 نايب سيادي اليوم، اما 60 نايب قد ما كانوا. نحن يعني بنحكي مع عده اطراف، وعده اطراف بيتصلوا فينا وبدنا مساعدتكم. طيب كيف بدكم مساعدتنا لشو؟ وهذا السؤال اهم شيء. بقى اذا بس للفساد شيء، واذا لقضايا محاسبه شيء، ولكن اذا بدكم مساعدتنا وتركزوا على حزب الله وهيمنتوا ما تنفذوا القرار 1559 عليكم مسؤوليه. يعني نحن كنا مستنظرين مثل نواب دول كثيره من بعد ما يوصلوا للسلطه للمجلس النيابي بألفوا لجنه وبتقوم بزيارات لدول ان كان عربيه اوروبيه امريكانيه تيشرحوا وضعهم. يعني من ايار لليوم بعد ما شفنا ولا اي لجنه نيابيه اما فريق لبناني سيادي من مجلس النواب وصل على امريكا اما على الامم المتحده طالب بتنفيذ 1559 ورفع هيمنه ايران عن لبنان ونوعا ما تجريد سلاح حزب الله. وهون المشكله الاساسيه انه السياديين كل ما بيقولوا نحن رايحين على انتخاب رئيس جمهوريه فقط ومش شايفين غيره. يعني عندك خيارات كثيره للشعب. يعني وكأنك عم بتقول استاذ توم ان السياديين في لبنان ليسوا سياديين. ايه نحن مثلا متخوفين من اكبر كتله سياديه اليوم بالبرلمان تعمل اي
نوع من تفاهم من خلال قطر بال 2008 وبعدين بال 2016. وشفنا اليوم انه قطر دخلت على الخط بمؤتمر فرنسا من كذا نهار. بقى متخوفين من هذه الاجواء، فعوضا عن ذلك ما يكون في اي نوع من ضبابيه بموقف السياديين في البرلمان اللبناني، وخاصة أكبر سيادي، أكبر كتلة سيادية، فما عليهم إلا ينسقوا مع شركائهم في الوطن النواب السياديين بتأليف لجنة من 3/4 نواب سياديين، ويتفضلوا يروحوا على مصر، على السعودية، على دول الخليج، على الاتحاد الأوروبي، على الولايات المتحدة، على الأمم المتحدة، بمطالب طلب 1 2 3 يكونوا واضحين بالنسبة للقرار 1559 للهيمنة الإيرانية من خلال حزب الله، ويبلشوا يحرروا أما ينفذوا ال 1559 بمراحل تيوصلوا لنتيجة، وربما منها هي انتخاب رئيس الجمهورية في لبنان. والنقطة الثانية، تأمن مناطق خارج نفوذ حزب الله للقاضي بطار، بده الناس طلبهم اللي يقدموا شهادة قدامه يستنطقون، تكون هالمناطق حرة محررة. هيك ساعتها بحس الشعب اللبناني في نوع من نظريات عم بيقوموا فيها هؤلاء النواب السياديين، ومش ناطرين فقط انه اي دوله بدها تلعب دور عوضا عنهم هن بانتخاب رئيس جمهوريه. جرصه من الجرصات نشوف باوروبا عاقدين اجتماع 5 دول تيقرروا مصير لبنان وانتخاب مصير رئيس جمهوريه، وهون بنعرف بامريكا ما راح يتدخلوا من هو هذه الشخصيه لرئيس جمهوريه. وهنالك قضايا معطله بلبنان على جميع المجالات، ولحتى اليوم هودي السياديين اول ما وصلوا راحوا انتخبوا نبيه بري رئيس مجلس نواب من دون اي شرط. شفناهم هون بامريكا بمجلس النواب لما اجوا الجمهوريين تينتخبوا رئيس لهم في مجلس النواب الامريكاني، 20 نايب وقفوه على 15 دوره تحطوا شروط تينتخبوا. بقى كيف بلبنان دغري بيركضوا مثل الغنم، عفوا على التعبير، تينتخبوا رئيس مجلس نواب له 40 سنه، اكثر من 30 سنه بالكرسي، بدل ما يعملوا هالتغييرات اللي طالب الشعب اللبناني فيها هذا التغيير. طيب استاذ توم، انتم كتحالف كمان ما زلت كنتوا بعدكم بواشنطن، رحتوا زرتوا الخارجيه الامريكيه، شو حملتوا وشو اخذتوا؟ وانت دائما عم بتشدد على ضروره تنفيذ 1559، وكان في اقتراحات لتنفيذ ال 1559 على مراحل. يعني هيدا الاقتراح الى اي مدى هيك تتعاطى او تتعاطف معه الاداره الامريكيه لا سيما الخارجيه يلي انتم زرتوها؟ صحيح، نحن عملنا زياره للخارجيه وبحثنا بعده قضايا. مين التقيتوا على اي مستوى؟ بمستوى مكتب الشرق الاوسط، مكتب الشرق نعم. الاوسط زرناهم، وكان في يعني وضوح وشفافيه بالحديث، وخاصه كان في من البرلمان اللبناني قبل اسبوع 4 نواب اجوا زاروهم كذلك الامر. ولكن نحن واضحين كنا اكثر، هديك النواب اللي اجوا عندهم غموضيه بالموضوع. نحن كنا واضحين اليوم انه اول شيء الوضع الراهن، يعني مهتم الاداره الامريكيه اذا بدك طبعا بالكارثه اللي صارت من خلال الزلزال بسوريا وتركيا والضحايا اللي عم بيموتوا. واقترحنا عليهم كمان للخارجيه الامريكانيه باستعمال مطار حماة واستعمال مطار القليعات كحد ادنى لتسريع المساعدات. وهن الامريكان كمان وصلوا لنا رساله توصلها للجمهور انه هن اي عقوبات على سوريا، هذه العقوبات لا تشمل مساعدات انسانيه في حاله كوارث، ولكن النظام بسوريا وحلفائه في لبنان عم بيستعملوا انه العقوبات على سوريا مش عم تقدر يوصلوا المساعدات. هذا غير صحيح. بقى ها اول نقطه بحثناها مع الامريكان. وكان في ترحيب، بس بدهم طلب يا من النواب بلبنان، اما بدهم طلب من الحكومه بلبنان تيسهلوا هالموضوع هذا، وهون مسؤوليه النواب يتحركوا مع الحكومه في لبنان. ثاني موضوع بحثناه معهم
لانه كانوا النواب اللبنانيين باحثينه هو توصيل الغاز من مصر على لبنان من خلال الاردن ومن خلال سوريا. وطبعا يعني كان في الامريكان، اما البنك الدولي حاطط كذا نقطه اصلاحات، ونقطه الاصلاحات يعني مش كثير هالقد معصيين، يعني نقطه الاصلاحات نقطتين ثلاثه هينين، يعني حسب وزاره الخارجيه قالوا اذا قرروا بلبنان يعملوا الاصلاحات بيعملوها بسرعه. ولكن اللبنانيه بيتهموا الامريكان انه في قانون قيصر على سوريا. بقى نحن اقترحنا للامريكان كمان، وكان في ترحاب الموضوع، انه خط الانبوب الغاز بدل ما يفوت من الاردن عبر سوريا، في عبر منطقه الاندوف محل ما الموجودين القوات الدوليه بالجولان بين سوريا وبين اسرائيل، هي مسافه 40 50 كيلومتر، فيها يمتد الغاز انبوب الغاز بظرف 3-4 اشهر، وبتنحل عمليه العقوبات على سوريا. اما بموضوع هيدا موافقين عليه الامريكان، هيدا الخط عبر الاندوف؟ ايه لقيوا انه كثير كمان من الاهين انه ينعمل هيك اذا في بده يكون مشكله مع النظام بسوريا. بقى هن مشان هيك الامريكان بيستعجبوا انه هون النواب الموجودين بلبنان وبيعتبروا حالهم سياديين ما بيطلعوا بافكار ويجوا فيها لعند امريكا اما على مجلس امن تيساعدوهم بحلحلتها، بضلوا معقدين الامور. وخاصه الامريكان لقيوها كمان صارت يمكن من الاهين تصير، خاصه بعد ترسيم الحدود البحريه، لقيوها صار اسهل هاي النظريه يمتد خط غاز بين من الاردن مباشره على لبنان من خلال منطقه اندوف. ورجعنا حكينا اخر نقطه هو بموضوع المناطق، يعني اذا انفتحوا المناطق بالشمال، المطارات بالشمال للمساعدات، والبورات بور جوني وبور طرابلس تيروحوا هالمساعدات على سوريا، وخاصه يعني بعد ما ترفع الانقاض اليوم وتشوف عدد الضحايا، يعني بدك ترجع تعمل اعمار لهالمنطقه، راح تروح العمليه على 3-4 سنين 5 سنين، وبدك خط مواصلات. وخط المواصلات ان كان من بور طرابلس وبور جوني وبور بيروت لحد ما، ولكن مطارات ليعات ومطار حميد بصفوا من الاهين توصل دغري على سوريا. بقى هيدي بفوتوا من المناطق اذا بدك المناطق اللي بتكون حررتها من نفوذ حزب الله. حزب الله منه موجود لا ببيروت الاداريه حتى توصل على عكار، بس حزب الله بيستعمل هذه المناطق لسلاح ثقيل بينقلوا من منطقه لمنطقه، وعنده نفوذ بيرعب الشعب. بقى نحن نطلب من الدول المعنيه تساعد الجيش اللبناني. هلا ليش نحن عندنا نوع من يمكن نوع من قوه ضمن امريكا؟ لانه بنعرف الامريكان عم بيساعدوا الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي. بتصور هالسنه بدهم عندهم ميزانيه اكثر من 200 مليون دولار، وهودي نحن بامريكا كامريكان وبندفع ضرائب، يعني عندنا صوت اقوى بالكونغرس ينوضع شروط على هذه الاموال كيف بدها توصل للجيش اللبناني وقوى الامن. ليش بدنا نفرض شروط على الجيش اللبناني؟ بشو ربطها؟ ربطها بحماية هذه المناطق التي ستكون منزوعة السلاح من سلاح حزب الله يعني. صحيح، ولازم، وهذا شيء بديهي، شيء بديهي، لانه اليوم عم نشوف اللبنانيين بكل منطقه عم بيعملوا امن ذاتي بالنسبه للسرقات، بالنسبه لتوغلات هون وهونيك. بقى نحن عم نقول لهم ليش بده يكون في هالفوضى؟ لازم يكون في تنسيق بين الجيش اللبناني وهالبلديات تتوسع هالموضوع هي ويكون منظم مش خارج عن القانون، وكل جهه تقول تتهم الجهه الثانيه عن يعملوا هاو ميليشيا اما عم يعملوا عصابات. لا، هذا الحديث كله مرفوض. سؤال أخير بالنسبة للفري زون، إلى أي مدى هذا الاقتراح يلقى كمان تجاوبا لدى الإدارة الأمريكية، أم أنتم تطالبون اليوم أيضا القوى السيادية النواب السياديين برفع عريضة ما تطالب بتنفيذ القرار 1959 ولو بشكل تدريجي من خلال المنطقة الحرة؟ بكل صراحة الأمريكان الإدارة عارفة أنه هذا جزء حل ويجب أن يكون. الكونغرس الأمريكاني بيعتبر هذا ضروري، وهذا على ما أقله أنه الجيش اللبناني
يقوم فيه بلبنان هو والبلديات. ولكن يعني اعضاء بالكونغرس الامريكاني كان عندنا اجتماعات وهن اللي عم بيشرعوا وهن بجوز يحطوا انواع من الشروط على الميزانيه اللي راح تروح للجيش اللبناني السنه هيدي. بقى عم بيسالونا وين النواب السياديين، ما بيودوا لنا عريضه كيف بدهم يبلشوا ينفذوا ال 1559 مرحليا، خاصه في الجنوب عندك قوات دوليه وهي بتقوم بالغرض، ولكن على بقيه الاراضي اللبنانيه يقدروا يعملوا اللازم من دون ما يواجهوا حزب الله. وبيعتبروا هون المشرعين بامريكا ان كان بمجلس الشيوخ ومجلس النواب هذا المجلس في لبنان اليوم السياديين مقصرين بحق الشعب اللبناني اولا، والغرب ما في يفهم عليهم الا اذا اجوا على الغرب وشرحوا شو ما بدهم. زيلينسكي تيلاقي مساعدات اجى هو شخصيا وكان واضح بحديثه. لحد اليوم النواب السياديين قاعدين ببيروت، ما شفنا اي تحركات منهم لا تجاه الدول العربيه ولا تجاه الدول الغربيه، وهذا قصر منهم ومن اكبر كتله سياديه في البرلمان اللبناني اليوم. طيب، وكأنك كنت عم تقول سيتم ربط المساعدات الأمريكية إلى الجيش اللبناني بموافقته على، ما بدي أقول فرض، على يعني الذهاب إلى المنطقة الحرة بالتعاون بين الجيش اللبناني والبلديات المحلية. يعني نحن عم نحط نوع من النظريات، ونحن ما بدنا نكون اذا بدك استاذ فادي بالفعل عم نعمل شيء ما بيطبق، ما فينا يطبقوه بلبنان. يعني احنا نتمنى هذا الطلب يجي من المشرعين في لبنان مع زملائهم في الكونغرس الامريكاني، لانه الكونغرس الامريكاني اذا حاول ووقف مساعدات كارثه على الجيش وقوى الامن. تما يوقف المساعدات يجب على شركائه في الوطن في لبنان يجوا يتفاهموا مع بعض. طيب استاذ توم، كان في وفد لبناني، يمكن كان في شي 10 نواب لبنانيين بواشنطن، شو عملوا؟ لانه هون هيك ما كانش باختصار، عندهم اذا قالوا لهم شيء بالنسبه للعرائض يلي انتم عم تطالبوا فيها. اول شيء النواب اللي اجوا يعني بالفعل ما عرفنا شو بدهم، اما شو مطالبهم وما شاركوها مع حدا. المشكله النواب بلبنان بيجوا رايحين على امريكا تنشوف شو فينا نعمل، يعني ما عندهم لا جنس الشفافيه ولا جنس الوضوح. واللي جاي من لبنان ما عنده جنس الشفافيه والوضوح بده ياخذ جوابات غير واضحه من امريكا. فلذلك الامر فيطلع من لبنان لازم يكون واضح بمذكره بعريضه واضحه، ولحد اليوم ما في عريضه واضحه بالنسبه، بس بدهم ينتخبوا رئيس جمهوريه وبيتهموا نبيه بري مش عم بيخليهم ينتخبوا رئيس جمهوريه. هون بامريكا وسمعناها من عدد من النواب، لبنان بلد ساقط اذا النواب اللي انتخبتوهم بايار بلبنان ما بيقوموا بحمله توضيح، نحن ما بنعرف كيف بدنا نساعد لبنان. بقى فينا نحن نحط شروط مع زملائنا في الكونغرس الامريكاني، لانه نحن جماعه بندفع ضرائب وعندنا نوع من الاصوات وبتسمحوا لنا، ولكن ما بدنا نحكم ظلم على حدا بلبنان، وخاصه الجيش اللبناني وقوى الامن اللبناني بدنا نساعدهم لاقصى درجه بنقدر من امريكا. سؤال اخير استاذ توم، بنيسان الماضي 2022 عملتم المؤتمر اللبناني العالمي أيضا في واشنطن. من المؤتمر السابق إلى المؤتمر المرتقب انعقاده ربما يكون في نيسان أيضا، شو هي الأجندة اللي اشتغلتوا عليها وماذا حققتم حتى اليوم؟ الأجندة من النقاط الأساسية اللي اشتغلنا عليهم هي الفري زون ومساعدات للبنان وللجيش اللبناني، وهي بعدها، ولكن ما حققنا بعد بالفعل شيء لأنه إيد وحدة ما فيها تزقف. نحن بأمريكا لحالنا ما فينا نزقف إلا إذا بلبنان لاقونا بنص الطريق. بيحكوا معنا باستمرار بس مش عم بياخدوا أي ورقة عمل رصيني نقدر نشتغل نحن وياهم عليها. بنحكي دائما وبيقولوا لنا ايه بدنا نشوف وبدنا نجتمع، ولهم 8 اشهر هن خلينا نشوف وبدنا نجتمع. بنهايه المطاف رح نقوم بمؤتمر بعد
بهالفترة القادمة بنيسان أما بأيار. وبنتمنى رح نعزم قسم من النواب، بس إذا بدهم يجوا النواب بدهم يكونوا واضحين، ورح نعزم ناس كمان من خارج النواب السلطة التشريعية، حتى نشوف إذا أصواتهم بتعطي فعل أكثر وبده يكون عندهم وضوح أكثر. ولكن يعني الانتخابات النيابية هلأ صارت بلبنان، يقدروا يأثروا بلبنان بدك لانتخابات ثانية بعد 3 سنين ونص من اليوم. كان عنوان المؤتمر المقبل للمؤتمر اللبناني العالمي شو رح يكون؟ التعاون بين الداخل والخارج من أجل فرض تنفيذ ال 15/59 بشكل بمراحل بنفذه بمراحل حتى نحجم دور حزب الله في لبنان. ما بدنا نهاجمه، ولكن ما بدنا يستولي على لبنان كله. بدنا نحجم له دوره في لبنان تيقدر القضاء يرجع يشتغل، تقدر المساعدات تجي، تقدر شركات ترجع تقدر تشتغل بمناطق محررة خارج نفوذ حزب الله، ويرجع البنوك والمصارف ربما تشتغل، ويرجع يصفي في نوع من تفاهم بين البنك الدولي والحكومة اللبنانية إذا في مناطق خارجة عن نفوذ وسيطرة حزب الله. أستاذ توم حرب، أحد مديري التحالف الأمريكي الشرق أوسطي للديمقراطية، أنا بدي أشكرك وأتمنى لك التوفيق، لا سيما التوفيق في المؤتمر المقبل. وأنا بشكركم على الإطلال معكم وعلى جهدكم في الوطن كذلك الأمر. شكرا لك. مشاهدي ليتس توك، شكرا للمتابعة، تابعونا في حلقات لاحقة، إلى اللقاء.